يمكن انا قلت لك بين الشوطين قلت لك ان اللعيب الخطير في النادي الاهلي انه محرز هدف الشوط الاول او محرز هدفين في ظل ارتباك شديد جدا، في ظل فرق خبره كبير ما بين الاهلي وبين جوانزو، بالاضافه طبعا لعوامل كثيره جدا. يمكن نبيل اتكلم على خروج ابو تريكه، كان هيأثر كتير جدا على 50% من وسط ملعب النادي الاهلي تماما، واراح بشكل كبير وسط ملعب فرقه جوانزو. ادى حريه لزيهانج، ادى حريه لهوانج، الضغط كان كتير جدا موجود على حسام عاشور وعلى رامي ربيعه، ادى حريه كمان لكونكا. والتغيير اللي اتعمل بالنسبه لمارشيلو ليب بالتعديل، لعب براسين حربه، لعب بمراكي ولعب باليكسون على عكس ما كان موجود في الشوط الاول. ده اشتغل اكتر على العمق الدفاعي، وحرر كمان كونكا، لعب 4-3-1-2. اعتقد ان ده كان له دور كبير جدا في انه يخرج النادي الاهلي عن المستوى العام. الوسط بتاع النادي الاهلي في رايي كان قليل جدا على كل اللعيبه اللي موجودين. بنتكلم على 3 لعيبه في الوسط، جاو لين وكمان زيهانج وهوانج، امام حسام عاشور ورامي ربيعه. بعد خروج ابو تريكه كان في قله عاديه، ادى افضليه نسبيه لفرقه جوانزو في السيطره على المباراه. 3 التنظيم الدفاعي لم يكن كما كان في الشوط الاول للنادي الاهلي. الاهداف ستعرض الان وتحللها لنا كابتن بالشكل او التنظيم الدفاعي كان سيء. لماذا سيء؟ ده هو التنظيم طبعا، لان ده جاي من خطا ما او عيب خطير من وسط الملعب. يرجع للهدف الثاني اللي جابه، ده الهدف الاول. ده الهدف الاول. بص هنا هتلاقي فيه الراجل اللي هو داريو كونكا عامل الباس، ما فيش اي رقابه، مضروبين كل وسط ملعب النادي الاهلي. حتى سعد سمير كان طلع واللعب الكره اتلعبت، ودي جمله معمول بيها بيلعبوا بيها فرقه جوانزو بشكل مؤثر. النقطه الثانيه، الهدف الثاني هتلاقي المساحه اللي عملها. بس فين المتابعه في هذه اللقطه يا كابتن؟ يعني المتابعه فين من خط دفاع النادي الاهلي؟ الكره تترد من القائم وترد من شريف اكرامي ولم تجد متابعه. يعني هل سرحان من دفاع النادي الاهلي؟ زي ما قلت لك دي قله التنظيم بالنسبه لخط دفاع النادي الاهلي وعدم تركيزه. كمان كل وسط الملعب بتاع النادي الاهلي مضروب، ما فيش الا لعيب واحد فقط لا غير امام 3-4 لاعبين، وراسين الحربه موجودين في العمق اهو. بنتكلم على اليكسون كمان على ماركيو، والهدف جه بهدف اكثر من رائع. جمله بيلعب عليها مارشيلو ليبي في كل مباراته في الدوري الصيني وكمان في دوري ابطال اسيا. الجول الثاني ارجع تلاقي داريو كونكا جاي من نص الملعب، عامل سبرنت 30 متر و25 متر دون رقابه، لا وجود لرامي ربيعه ولا وجود لحسام عاشور، ومضروب كل وسط ملعب النادي الاهلي. ده الكره اهي، بص كونكا فين؟ نمشي بالكره. كونكا المساحه اللي هو اللي هيعمل الرداء اللي في النص بالظبط. كونكا عامل دور كبير جدا وجاب الهدف وبدون اي رقابه. ده كان على اقل شغل من شغل محمد ابو تريكه، لانه كان مريح وسط ملعب النادي الاهلي وكان مدي اهتماماته وخصائص لحسام عاشور ورامي ربيعه ما كانتش موجوده في الشوط الثاني. كان في خلل كبير سيطر واثر كتير لصالح فرقه جوانزو. تمام احمد، لو اتفضل كابتن. سوري، نحب نرجع للجولين خاطر مهمين جدا.